احنا كنا قايلين في الاول ان حلقات البرنامج دي عباره عن ان احنا بنجيب حد يكون قدوه حسنه لينا، نستعرض معاه ايه اللي مر بيه في حياته وازاي تغلب على الصعوبات اللي واجهته. النهارده الحلقه موضوعها مختلف شويه، يمكن عشان احنا داخلين على فتره امتحانات والناس كلها مركزه في المذاكره وتنظيم الوقت وجداول وكده. فاحنا النهارده يعني موضوعنا هيبقى محدد عن موضوع الامتحانات والمذاكره. ومش تجويد والله، ومش مجامله بس، ومش حاجه انا بقولها في البدايه في بدايه كل حلقه، بس فعلا الشخصيه اللي بنستضيفها النهارده حد بالنسبه لي قدوه، وبالنسبه لناس كتير قوي في المجال عندنا. ناس كتير بتحبه وناس كتير بتحب تسمع له. وهو مشكورا موافق ان هو يصور معانا بحيث الحاجه دي تبقى دوكيومنتد للناس اللي عايزه تشوفها بعد كده. معانا النهارده دكتور محمد حسين. تمام. حضرتك كنت شفت معانا الحلقات اللي فاتت. انت جاي في الجد. فاحنا كنا عايزين الاول نسال مع حضرتك حاجات برضو عن اللي حضرتك مريت بيها، بس عشان يعني مراعاه للناس انها دلوقتي مركزه قوي في الامتحانات، فاحنا عايزين الموضوع يبقى مخصص للامتحانات. بعد الامتحانات او في وقت تاني ممكن حضرتك تبقى تحكي لنا المصاعب اللي واجهتك. انا دلوقتي احنا بس ظروف الوقت ضيق اساسا، وانتوا دفعه صعبانه عليها اصلا بصراحه. طبعا في زنقه امتحانات كبيره قوي دلوقتي. المشكله بس ان انت عمال تذاكر امتحانات عملي وحاجات ورا بعض، فانت بتنزل كتير فمفيش وقت للمذاكره. لكن هنقول بس كده حبه قواعد عامه المفروض انها تتعمل في الوقت ده بصفه عامه بعدين، عشان كده بعد كده السنين الجايه. رايي انا دي قاعده كنت ماشي عليها وانا طالب صغير. كنت بعمل ايه؟ دايما اشتغل، وده دي على فكره السنين عملت فيها كده، هي لقيت فيها ترتيبات كويسه. دايما بدءا من شهر 3، معلش اقول الكلام دلوقتي، شهر 3 عدى بس هقول قاعده عامه عشان بعد كده السنين الجايه بعد كده بدءا من شهر 3 تبدا تفوق. في اي سنه بعد كده ان شاء الله خلاص اللي عدى من ده احنا انت غصب عنك مش عارف تفوق اصلا من الامتحانات، بس يعني هو انت تبتدي تفوق ازاي؟ اعمل ايه بقى؟ انا كنت بعمل ايه؟ اجي في شهر 3 ده وكل ما يكون الكلام ده اسرع دلوقتي اعمل ايه؟ تجيب 4 ورقات فوسكاب انت عندك كده حسب المواد اللي عندك، تحط بقى ايه على الحيطه كده قدامك على المكتب اللي انت قدامك، وانا كان مكتبي صبح كده على طول. فالمهم يعني تحط 4 ورقات كل ورقه بماده، تكتب بقى الشباتر اللي في المواد دي ايه. فاهم ازاي؟ كل شابتر، انا قلت قبل كده يمكن بعض الناس اللي سمعتني كتير اقول الكلام ده، ان الماده ما اسمهاش الشابتر، ما اسموش يتذاكر الا لما يكون اتقرا 3 مرات في جلسات مختلفه. تقرا ايه؟ 3 مرات في جلسات مختلفه قرايه. اول مره تبقى تمعن، قرايه تمعن عشان بس تبقى عارف المعاني، المضمون بتاع الموضوع ايه، مش عارف ايه. انت ما تحاسبش نفسك ان انت حافظ دلوقتي ولا لا، لازم تبص تاني بعد يعني في اقرب وقت ممكن في قعده ثانيه تبص تاني على الموضوع ده قرايه تاني. ماشي؟ فالمهم انت بتحط 4 ورقات في مستكتر كده قصادك على الحيطه، كاتب عليهم الشباتر، كل ما تخلص شابتر تروح معلم علامه ايه؟ صح. انت بالتدريج شويه شويه، طبعا انت في اليوم في الفتره اللي احنا فيها دي انت لو ذاكرت شابتر في اليوم كويس قوي في اي ماده. فانت لو عملت كده، طبعا لو عملت الكلام ده من اول شهر 3 اكيد انت هتخلص الكلام ده على ما توصل الامتحان، حتى لو انت بتذاكر شابتر واحد ايه؟ كل اليوم في الماده. ومجرد قرايه، عايز قرايه تمعن فقط. فاهم ازاي؟ والشابتر مش لازم يكون شيء محدد، ما تحاولش برضه حكايه الجداول وبتاع، احنا بنعمل جداول وانا متاكد بتفشل. كل الجداول بتفشل. مشكله جديده والله. ليه الجداول ده؟ انت مش قاعد في البيت، انت مش قاعد بمزاجك، عارف انت قاعد في البيت لوحدك وعارف تقسم في وقتك، كان بيها. المشكله انت عندك كمان يومين 3 في امتحان الفلاني فلازم تذاكر له، طب الدكتور الفلاني عمل مش عارف اكسترا الكلام ده، فانت عمال تنزل ما تقعدش في البيت. فانت لو ذاكرت اي شابتر يتوفر لك كويس. طبعا اللي افضله دلوقتي هنتكلم بقى عن الكلام ده دلوقتي، انت هتعمل كده دلوقتي. طب انا فاتني حاجات، سيبك من اللي فاتك دلوقتي وسيبك دلوقتي اللي عدى. اللي يتشرح قدامك دلوقتي حاجه اتشرحت فهمتها دلوقتي تقراها في اسرع ما يمكن. انت ذاكرتك مش هتتحمل انك تفتكر الشرح الا لمده يومين. ده بالكتير قوي، خصوصا انت بتسمع شرح بتاع واحد وبعدين شرح بتاع ماده ثانيه فبتدخل ده بيمسح ده. فانت بالكتير ذاكرتك هتفتكر الكلام اللي الدكتور قاله لمده يومين. فاهم ازاي؟ برضه حكايه التسجيلات كويسه وكل حاجه، بس هي بتضيع وقت قد الحصه، كانك نزلت الحصه تاني، زي ما تسجيل حلو تسجيل وحش بتاع. فمعلش انت سمعت النهارده موضوع ترجع تقراه. فاهم ازاي؟ مش ما لحقتش النهارده تعبان قعدت اراجع ما اعرفش ايه، بكره بالليل ما تنامش غير لما تكون ايه؟ قريت. طيب انا النهارده معلش بس عايز اتكلم بقى على حاجه، احنا كلنا نبقى قلبنا كده او كلنا عايز اخلص الماده. فانت خلصت شابتر مثلا سي النهارده بتاع هيستولوجي نفترض، وبعدين بقى جيت بكره انا مش هذاكر هيستولوجي، عايز اذاكر ايه؟ شابتر اناتومي مثلا.
فانت يعني سبت الهيستولوجي خالص قطع امبارح ورايح تذاكر ايه؟ اناتومي. وبعدين اليوم اللي وراه ذاكرت فيسيولوجي، اليوم اللي وراه ذاكرت بايو، وبعدين رجعت اناتومي تاني، وبعدين هيستولوجي شابتر تاني. فانت كده اللي انت قلته ده كله قرايه واحده وتناسب. انا عايز بقى معلش لو انت عايز الموضوع ده يكتمل تعمل ايه؟ الثلاث قرايات اللي بقول لك عليهم دول مش هقول الموضوع يتقرا 3 مرات على عدد جلسات مختلفه، يتقروا في اقرب ما يمكن لبعض. وكانك مش عايز تسيب الشابتر. مع ده ازاي ده انا مزنوق، معلش اسمع كلامي، وكانك مش عايز تسيب الشابتر ده خالص. يعني انا النهارده ذاكرت شابتر هيستولوجي، هاجي بكره اذاكر اناتومي، معلش مش هخسر حاجه، نص ساعه بص بتاع امبارح. يا عم هياخد مني وقت، مش هياخد وقت، انت لسه بتذاكره امبارح. طب انا هيجي لي احباط اصلي مش فاكره، ما قلتلكش افتكره. يعني انت مش هتحفظه، مستحيل مهما قعدت في اول مره. ما تقعدوش ولا بقى معاك نقولي كده في الوقت لسه ولا ازاي تذاكر صحيح في الوقت في القعده دي. المهم ما تقعدش بقى انت ما تفتكرش ان انت عشان قعدت امبارح 6 ساعات يبقى انت حفظت الموضوع فتحاسب نفسك عليه. لا، انت لسه اول مره تقرا الشابتر، لا يمكن تحفظه. فما يهمنيش انك تطول فيه وتقعد كده قدامه كتير وبتاع، لا بالعكس انا عايزك تقرا بسرعه، تتاكد ان كل حاجه في الورقه انت فاهمها. في الكلام ده انا عارف معناه، ايه علاقته ببعض، طب الورقه دي ايه الكلام المهم اللي فيها؟ لازم في الاخر تتكلم نفسك كده، ايه الكلام المهم اللي فيها معايا؟ هكرر الكلام ده تاني دلوقتي. المهم انت بقى ذاكرت امبارح الحاجه دي خدت منك 5 ساعات، النهارده لو بصيت عليها النهارده هتاخد منك ساعه بالكتير. ده لو لقيت نفسك لسه برضه ما ذاكرتهاش كويس. طيب وبعد كده بعد الساعه دي اقرا بقى انت كنت ناوي تقرا، انت كنت ناوي النهارده تذاكر اناتومي ذاكر اناتومي. تعمل جنبك اجنده كده، انا اليوم النهارده ذاكرت كذا، عشان لما تيجي تاني يوم ذاكرت كذا. طب انا خلاص ما تاني يوم لا اصل انت مش لسه هكمل. طب تالت يوم بقى، مش انت ذاكرت شابتر هيستولوجي امبارح اول امبارح، وامبارح ذاكرت اناتومي، النهارده بقى كنت ناوي اذاكر فيسيولوجي، معلش بص على الشابترين التانيين. يعني هتجيب وقت منين؟ اسمع بس كده، بص على الشابتر بتاع الهيستولوجي تاني تلاقي نفسك في 5 دقايق. بص عليه تاني ماشي، بصه سريعه كده. طيب شابتر الاناتومي هتاخد فيه ساعه بتاع امبارح. طب النهارده تذاكر فيسيولوجي، واضح الكلام؟ لما افضل اكمل الكلام دوت، لما افضل كده الفتره دي اعمل فيها كده، انا عايز اعمل كده على الاقل كام مره في كل شابتر؟ 3 مرات. اذا كانوا قريبين لبعض جدا كده كان نفسك فعلا وحفظت. فاهم ازاي؟ كل ما تكتر انا كنت بعمل الحركه دي اسبوع، كنت بعمل كده الاسبوع ده ذاكرت في اوله كذا، فافضل طول الاسبوع يعني ما اسيبش الشابتر غير بعد ما اكون قريته 7 مرات. قرايه جرايد، بس كل مره من دول قرايه جرايد. هي بس اول واحده اللي تبعهم، ثاني واحده تبعهم شويه عشان اقفل مفيش معلومات مش عارف، يعني ما يبقاش حاجه وانا مش فاهمها، يا اما فاهمها يا اما شفت لها طريقه عشان احفظها عشان افتكرها بعدين. فاهم ازاي؟ وبعد كده قعدت اقرا بكره قرايه جرايد، بكره قرايه جرايد، بكره. فاهم ازاي؟ التكرار لما عينيك بتشوف الحاجه كذا مره كده، في اولا فوتو ميموري، ثانيا انت بتحفظ الحاجه. اول واحد بيجي يحفظ قران، احسن اسلوب حفظ القران انك تقرا كتير، ما تقعدش في نفس الايه كتير، اقرا السوره كلها على بعضها كتير. فاهم ازاي؟ تلاقي نفسك خلاص حفظتها لا اراديا. فده اللي انا عايزه ان احنا نعمله. كل ما تعمل كده كل ما تلاقي نفسك فعلا ليله الامتحان مش عايز تراجع. انت حفظت الورقه ان شاء الله، النجمه اللي انا حطيتها حفظتها، الماركر اللي انا حطيته حفظته، ان انا كنت هنا مع النجمه. طيب نيجي بقى لحته المذاكره بتاعت اول مره دي وتاني مره. ما اجي اذاكر بقى، ما حدش يذاكر يعمل لي كده، انا بشرب الشاي اهو وذاكر كده، اديني بذاكر الورقه مش هتخلص، تفضل هي نفس الورقه ماشي. لازم لما اجي ابص اعمل ايه؟ اكلم مع نفسي. يعني انا كنت بقول لك حاطط المكتب بتاع في وش الحيطه كده، فكنت بشرح الحيطه اقعد اتكلم بقى، بص بقى الورقه دي يا اخي، بص ده الحته دي كانوا بيقولوا عليها معناها كذا، ودي مش عارف ايه، طب ودي ظهر، طب مش عارف معناها ايه، طب بدور عليها، كان نفسي كان وقتها معايا. فاهم ازاي؟ وبعد ما بخلص الورقه طب بص بقى اخرها بقى الورقه دي المهم فيها الحته دي والحته دي والحته دي، طب هو لو سالني هيسالني فين؟ هيسالني في العنوان ده، طب اجيب الاجابه منين فين؟ فاهم ازاي؟ الكلام يبقى كده، ما انا اذاكر كده. عايز معلش يعني انا كنت بقول كده دايما، عايز بابا وماما وهما بيعدوا كده جنب الاوضه الواد ده جامد، انا عايز كده ماشي. انت كده كده نفسك انجزت، خلصت الورقه تشرحها. فاهمني ازاي؟ اذا قرر الموضوع يعني مش هتكرر بقى تتكلم تاني مره ثالث مره، مش لازم بقى تقعد تقفل من الكلام ده، انت بس تقول لنفسك انت بص على الورقه بقى كده، تقعد اللي كان في الورقه ده مهم هو الموضوع ده وده وده، اللي كان في الشابتر ده كله على بعضه مهم هو ده وده وده، وانتهينا على كده. فاهم ازاي؟ بس دي النصائح اللي عندي كاجراءات مذاكره. طبعا حسب ما تيسر من الوقت، لو قدرنا دلوقتي نعمل كده هنلحق. احنا لسه معتبر في شهر 4، شهر 4 ده كويس. لو دخلنا في 5 ما عملتش الكلام ده لا مش حلو. ليه مش حلو؟ هتجيب تقدير بعد تعب جامد، يعني هتفرم نفسك بقى في
الكام يوم اللي هم قبل الامتحان بس، وكانك بتذاكر كل حاجه اول مره وتبقى محبط نفسيا وخايف. لا انت كده اعمل الكلام ده من دلوقتي. يعني ازاي؟ انا مش عايز ليله الامتحان ابقى خايف، عايز ليله الامتحان ابقى فاكر. لو عايز فعلا تبقى فاكر تبقى كده، ما تستعجلش. يعني انت دايما برضه حاجه ثانيه، في ناس بيحطوا جداول. لو انت واحد من الناس اللي بيحطوا جداول، دايما بيبقى فكرته في ايه؟ انا هحط 4 ايام، افترض انه عمل كده قاعد في البيت 4 ايام وقال انا هذاكر في ال4 ايام دول اناتهم. فاهم ازاي؟ هخلصه كله، بص انا هقعد عليه قاعده 4 ايام دول هخلصه. فاهم ازاي؟ تيجي تخلص شابتر معين المفروض بقى تراجع عليه، لا خلاص انا هراجع في الاخر، الشابتر اللي وراه الشابتر اللي وراه الشابتر اللي وراه نفس الفكره. تيجي تراجع يبقى بينهم، هتذاكر تاني من اول وجديد. تيجي تبص والله ذاكرت الحاجات دي قعدت فيها يوم بحاله، ما مش هتفتكر حاجه طبعا. ده مسحتها، وده زي ما قلنا كل 6 ساعات انت قعدتهم دول مخك حسبهم مره واحده. لازم التكرار، لازم ابص على حاجات كتير ماشي الوقت، وما تخافش هتلحق. فاهم ازاي؟ وانت لما بتخلص المره وتعلم ما تاخد بالك، لما عملت الحركه دي النهارده قعدت 6 ساعات وبكره قعدت ساعه، بعد قعدت 5 دقائق زي ما قلت لك، انت في كل مره من دول ايه؟ 5 دقائق دول بصح. فاهم ازاي؟ انت نفسيا بتبص كده على ورقه، والله انا بذاكر كل دول كويس قوي. وبعدين تيجي تجرب بقى واحده من دول بالاسلوب ده، هات واحده من دول افتحها هتلاقي نفسك فاكر. تفتح الصفحه هي بس الحته دي نسيتها، دي مش مشكله، انت امتحان بقى حته لو في جمله واحده في الصفحه واحده مش مشكله. انت فاهمني ازاي؟ لكن ان انا ابص على الصفحه وكاني اول مره ابص عليها، انا مع اني كنت قاعد فيها 7 ساعات بولد فيها، معلش يعني بس اول مره اشوفها مش ممكن. فاهمين يا جماعه؟ الكلام ده بيجيب احباط. انا حصل لي الكلام ده في امتحان الجراحه، كنت بعيط. انا بعيط قاعد بقالي طول السنه عمال اذاكر في الجراحه وانا مش فاكر حاجه، كان اصلي ما شاء الله كان عندي جراحه بطنه في نفس السنه. فاهم ازاي؟ وزميلي بيتصل بيا، احنا كنا بنتكلم بعض مش عشان نطمن على بعض، لا عشان اطمن ان انا مش اسوء واحد. يعني انا عارف زميلي بيتصل بيا عشان اطمن ان هو مش هو بس اللي سيء، انا كمان سيء يعني. فكنت بقول له انا بعيط، انا كنت فعلا ساعتها بعيط، انا مش فاكر اي حاجه، يعني كنت بذاكر كويس جدا يعني. بعد ما قفلت مع زميلي عملت ايه؟ دي حاجه ثانيه بقى عايز اتكلم فيها، بس دي بيعملها اللي هو اصلا كان بيذاكر كويس برضه شويه. بعد ما قفلت مع زميلي ده عملت ايه؟ رحت فاتح الورق قعدت ابص بقى، وانا لما امتحن جراحه اصلا انا واحد ممتحن جراحه، امتحن في ايه؟ ايه اللي مهم في شابتر جي اي تي؟ ايه اللي مهم في الجي اي تي؟ اسالك في ايه؟ مش عارف كوليسيستايتس، كوليستونز، مش عارف ايه، كوليستونز كده. قعدت اسال نفسي وهتسال في ايه؟ فتحت الحاجات دي جت تمام. فاهم ازاي؟ يعني اذا معلش احنا بس نبدا دلوقتي، احنا لسه نعتبر بادئ، نبدا دلوقتي نمشي بس الطريقه اللي قلتها دي. لو بدات من النهارده تعمل كده هتلحق خالص وهتجيب ترتيب كويس، ترتيب كويس مش تقدير كويس. فاهم ازاي؟ بس طيب هل انا في اليوم اذاكر كام ماده ولا 2 ولا انت بس انا قلت لك ايه؟ انت خلصت شابتر واحد في اليوم من ماده واحده يعني؟ من ماده واحده. بس لما تيجي الشابتر كله يعني اقعد على الشابتر خلصه كله من اول خلص الشابتر يعني الشابتر كله. انا اصلا بتكلم على المقاس بتاع الهيستولوجي. بتكلم على الشباب بتاعت الهيستولوجي لان خلص شابتر يعني ايه؟ طبعا سي ام اس حاجه كبيره، ما تقدرش نقسمه على 3 مثلا. النهارده سباينال كورد، شابتر ثاني برين ستيم لوحده، او كان نيرف شابتر بقيه النيوكليات بتاع برين ستيم والسيربرال كورتكس مثلا. فاهم ازاي؟ شابتر سبيشال سينسز اللي هو اي اي ده شابتر. يورينري شابتر اقعد عليه قعده واحده تقعد عليه قعده واحده يخلص ان شاء الله. فاهم ازاي؟ الحته اللي باقي منه كملها بكره مش مشكله، وتراجع على الايه؟ الحته اللي خلصتها. بس لازم زي ما قلنا اللي يخلص ما تسيبوش، لازم تبص عليه تاني والا هيتنسي. وبرضه حاجه ثانيه، المره بقى اللي انا يعني ايه بقفل فيها، او المره اللي انا بكرر فيها دي، لا بكرر فيها بقول لنفسي كل مره هو انا هتسال في ايه في الصفحه دي. وبعدين اخد بالي بقى وانا شغال بالتجميعات، الدكاتره بيحبوا الاساتذه الممتحنين بيحبوا التجميعات، يعني ده شبه ده شبه ده، فاجيب لك حاجات شبه بعض اسالك فيها. طب ده وده بيأثروا على الحاجه الفلانيه، فيقول لك الحاجه الفلانيه دي اللي بيأثر عليك. فاهم ازاي؟ بيحبوا كده وانت ماشي كده بتلاقي في حاجات متجمعه مع بعض تتكلم. يعني لو قلت 10 سؤال احنا مش بنتكلم في اللي احنا عايز اللي احنا فيه دلوقتي، يقول لك اكتر سؤال في الاكس بلان ده يقول لك ايه؟ جيب انا كاونت المينتال ديكاسيشنز اوف ميمبرين، ايه علاقتهم ببعض؟ هم بيعملوا ديكاسيشن في الميمبرين، هم بيحبوا الحاجات اللي فيها تجميعات دي تاخد بالك منها وانت بتبص نظره عامه بتعيد الشبكه كذا مره كذا. فاهم ازاي؟ كنت عايز اتكلم عن برضه لما تيجي تذاكر حاجه زي ما قلت ما تغطسش فيه، ما تدخلش في الورقه وتغطس، يعني في سوبريوريتي كده هو هيخلص ان شاء الله عادي يعني.
فاهم ازاي؟ وتتكلم زي ما كنت بتتكلم في الورقه كده، زي ما قلنا بتشرحها لحد، ما تسيبش نفسك قاعد تبص لها وخلاص. فاهم ازاي؟ بس هذه المعنى. يعني اهم حاجه التكرار، اهم حاجه ان انا اخد شابتر. النصيحه الاخيره ليله الامتحان ما لازم تنام كويس. يعني ما حدش يقعد يقول انا مطبق من امبارح في الايسي، ما ينفعش تعمل كده. لازم تنام الساعه 12. خلصت ما خلصتش تنام الساعه 12. ماشي؟ تصحى بقى بدري الفجر يبقى اللي انت عايزه. فاهم ازاي؟ لكن انت معلش عشان دي بناء على تجربه شخصيه وزمايلي كتير كده، كل اللي بيطبق ده بيتجاوب زي الزفت. نام الساعه 12 تبقى نايم. صلي كده تدعي ربنا ونام. خلاص ما تفكرش في حاجه خالص، ما تقعدش تفكر في اي حاجه يحصل يحصل. ماشي؟ اولا برضه هتكلم عن حكايه الامتحان، منظورك للامتحانات ايه، بس دي حاجه ليها علاقه بقى بالقدر والامتحان. الرزق يا ابني بتاع ربنا يا ابني. تقدر تقول عمرك انا لسه خلص، انا لسه خلص امتحان السنه اللي فاتت. لا مش السنه اللي فاتت. فاهم ازاي؟ يعني اخر امتحان امتحنته في حياتي هو السنه اللي قبل ايه؟ اللي فاتت. يعني نزلت لغايه دلوقتي بمتحن، انا بقعد في كل امتحان افضل اشد في نفسي بقى انا هموت. انا ربنا خلقني عشان امشي في سكه معينه، ربنا كتب لي ادخل الكليه دي، في رزق معين ربنا كاتبه لي، اشوفه بقى. فاهم ازاي؟ الارزاق بتاعت ربنا، ويحصل في الامتحان يحصل، انا بعمل على خلاص. فانت تيجي ليله الامتحان تنام الساعه 12 بقول لك، تريح نفسك ما تفكرش في حاجه، تصحى الصبح بدري بقى ان شاء الله كده الساعه 6 7. عايز تصحى بدري اصحى بدري بقى، يعني على الاقل تنام 6 ساعات، 12 ل 6. احسبها تحسبها بقى، تصحى 6 ساعات الساعه 6 دي، تصلي تفطر شويه تشرب كوبايه شاي ولا بتاع، وتراجع بقى اللي انت عايزه، بص على اللي انت عايزه. والحاجات اللي انت عارف الفوتو ميموري بتاعتك على فكره ما بتفتكرش الحاجات الجديده الا بعد ما يكون مر عليها حوالي 3 ساعات مثلا. هتكون 3 ساعات في الامتحان، الحاجه اللي انت قريتها حالا دلوقتي قبل الامتحان مش هتفتكرها غالبا، او تفتكر حاجات تشاش منها لكن مش فاكرها بشكل كامل. فاهم ازاي؟ ما تجيبش نفسك انت من دلوقتي، لو عملت كده بقول لك هتلحق. وان شاء الله السنه الجايه ربنا يعيننا بقى تبدا من شهر كام؟ شهر 3. كل السنين تبدا من شهر 3 فوق. واضح كده؟ طب بالنسبه اخر حاجه بس الحل، يعني الناس اللي بتذاكر كتير تحل ازاي او يحس ازاي ان هو يستفاد من المعلومه صح، او ما انا بقول لك احنا دايما الحكايه ايه بقى، وانت بتراجع بتقول لنفسك هتسال في ايه؟ يعني ايه تقول لنفسك هتسال في ايه؟ دي وانت هتقولها من عندك. يعني في حاجات شايف انها مهمه دي ماشي، دي حاجه ثانيه. تشوف بقى لو في اسئله شفت الاسم بتاعك تشوف السؤال دوت لو جه وانت تخلص الشابتر، شوف الاسئله اللي عليه واجابتها منين لغايه فين. الحته دي مهمه جدا عندي. يعني الفرق بين الاول واللي بعديه ايه؟ هو خد وقته في الحكايه دي، خد وقته في ان هو يحضر نفسه لو السؤال دوت جاله فهيقول منين لغايه فين، وهتبقى الحته دي كبيره شويه، والعنوان دوت يحط عليه كده سحابه ولا يكبر الخط عشان يبينه. فاهم ازاي؟ لان برضه اسلوب عرض الاجابه مهم عندي. ان ما تحطش كل حاجه اندفرنت كده تلاقي ان راجل لا مش عايز ناكل، بالعكس لما تيجي تجاوب بقى بالنسبه للاجابه تحط نقط مرسله. طبعا انت بالتالي انتوا حاسين كده عارفين كده، مفيش وقت لازم تحط نقط ايه؟ مرسله. والنقط ديت في حاجات فيها مهمه جدا لازم تتكبر. فاهمني؟ وفي حاجات لا رجل في النص كده الكلام بتحطه عشان يبقى اسمه اتحط. فاهم ازاي؟ طبعا اتكلمت انا عن الاسئله كلها شرط اسم. فبصراحه كان حكايه ان تسالني انهي شرط مهم وانهي شرط مش مهم، ما تمشيش كده. انت بتقول النقط المهمه في كل شرط، لان لازم يتسال فيها نقط. لان زي لو شرط اسي اصبح بالنقط ممكن ياخد لك اي شرطه كل الشباب اللي لازم هيجي منها، وهيجي ان شاء الله نقطه صغيره ضربتين ونص. فاهم ازاي؟ فانت بتبقى عارف النقط اللي ممكن تسال او الدكتور هيبقى يهمه انه يسالها في الشابتر ده ايه، فانت بتمشي شابتر في شابتر، بعد ما تخلصه تبص على الاسئله بتاعته. ما تقعدش تحل، مش عايز تمسك ورقه وقلم وتحل. لو هتكتب تكتب هيدنجز، تكتب رؤوس الاجابه بس، ما تقعدش تكتب لي اجابات بجد. البنات مثلا بالذات يحبوا ايه، قلت قبل كده هو جايبين السؤال ويلا بقى صفحه كده، مش دي كده كده انت بتضيع وقت. احنا ايه السؤال المهم لما يتسال من هنا في السؤال يبقى اجابته من المنطقه دي للمنطقه دي، والنقط المهمه فيها كذا وكذا وكذا، ودول ابقى اعملهم اكبرهم، والحته دي ممكن اقولها ولا تبقى لاغي بس كلام بسيط. ببقى انا نفسي بقيم لنفسي. الكلام ده بيحصل امتى؟ في تاني ثالث مره اللي بقول لك عليها اللي هي قاعده اصلا اللي هي قاعده اصلا انا عملت. فعندي بقى وقت لا اعمل اسئله، لا عايز اكون ايه بتمعن بقى ولا يعني واخد وقت انا بقى على ايه بتاني بتشطر خلصان خالص. فاهم ازاي؟ بس دكتور عايز بشكرك والله انك اديتنا وقت حضرتك ده. ربنا يخليك. بجد النصايح دي يعني غاليه قوي علينا ومفيده. يا رب تبقى مفيده. وبشكرك وبتمنى الناس كلها تكون استفادت وتطبق الحاجات زي اللي عليها.